وصفه جديده. بزاف د البنات اللي طلبوها ليا، وصفه اللي كتحيد الخلعه اولا الخوف. بزاف د الناس اللي جربوا هذه الوصفه هذه اللي حطت لكم دابا وعطاتهم الحمد لله نتيجه وتشافوا من هذا المشكل هذا. وكيف كنقول لكم الحبيبات ديالي المداومه، لان في هذه الوصفه هذه كيف كنقولوا خاصها الصبر وخاصها المداومه. وهذه الوصفه هذه غير صالحه للمراه الحامل. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من واحد لايك وابوني. كتجي من مشكل اولا من شي حاجه خوفات الانسان اولا خلعاته اولا واحد الصدمه، يبقى ديما كيحس بواحد الخفقان في القلب ديالو، مجهد كل ما تفكر شي حاجه اولا غير شي واحد هضر معاه ولا فهمتي كيحس بداك الخوف ما بين السره والقلب. كتجيه داك الخوف وكيكون في القلب خفقان شديد وقوي، يعني ديما خايف من واحد الحاجه ما عارفهاش شنو هي. وهذا المشكل هذا كيتسبب في نقص في الوزن وكذلك عدم الشهيه. يعني بحال وحده كتكون باغا تزيد في الوزن ديالها وكدير وصفات بالزياده في الوزن، ولكن هذا المشكل هذا ما كيخلي حتى شي حاجه تزيد. غادي ندوزو دابا الوصفه اللي هنايا الحلبه. الاحسن البنات تاخذوا الحلبه تشريوها لراسكم، خذوا الحلبه البلديه وجيبوها للدار وطحنوها على يديكم. عندنا ثاني مكون اللي هو القزبر اليابس، ماشي القزبر هذاك الربيع اللي كنستعملوه. هانتوما كتشوفوه القزبر حبوب، تاخذوه وطحنوه في البيت ديالكم. ها هو كيتطحن شي شويه بحال هكا. ناخذوا ربع ملعقه ديال الحلبه، ملعقه صغيره. والقزبر اليابس المطحون غادي تاخذوا منه نصف ملعقه. ضيفوا عليه الماء ساخن ساخن طيب درجه الغليان. غادي ديروه في كوب كبير بحال هكا. بطبيعه الحال تخلطوا وتغطيوه بهذا الشكل هكا باش داك الفوائد ديالو يبقى. غادي نخليو هذا الكاس هذا اللي وجدناه لمده 5 دقائق على داك المكونات تسلق داك الماء، ومن بعد يمكننا نتناولوه. ولا غادي تداوموا عليها، انا غادي نقول لكم ممكن تداوموا عليها لمده شهور، ولكن اقل حاجه الا بديتوها ديروها لمده 40 يوم. يقدر في الايام الاولى ما غتبان لكمش نتيجه وتقولوا هي كنخربقوا ولا غير كنضيعوا الوقت ديالنا، ولكن راه مع النهار مع نهار كيبدا داك المشكل نتاع الخلعه اولا داك الخوف كيبدا كيقل، يعني ما كيبقاش بداك النسبه الاولانيه اللي كان فيها. حاجه اخرى اللي ممكن ديروها هو انكم فاش تكونوا كتغسلوا، ولو تغسلوا يوميا غديروا هاد الطريقه هذه اللي غادي نقول لكم يوميا. كتغسلوا نهار نهار لا، كل واحد. المهم هاد الطريقه اللي غادي نقول لكم خاصها كل مره كنتي كتغسل اولا كتغسلي غادي ديروها. تكونوا كتغسلوا عادي بالماء سخون شويه وكبوا عليكم الماء بارد باش داك الصدمه هذاك لو شوك نتاع الماء بارد كيعاون على ان هذيك الخلعه اولا داك الصدمه القديمه تمشي. لان كي كنقولوا كنحيدوا الخلعه بخلعه اخرى. داوموا على هذه الوصفه هذه اللي عطيتكم، وفي كل مره تكونوا كتغسلوا غادي تشدوا